وصفة اليوم غادي تكون شنيك اللي كيدوب في الفم واللي طريقته سهلة في الإعداد وكذلك مكوناته البسيطة ودغيا كيوجد وكيعطيكم نتيجة زوينة. باش تشوفوا الشكل ديالو النهائي فبقاو حتى لتالي الفيديو. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو هنايا أول حاجة غادي نصاوبو الكريمة اللي غادي نديرو في وسط العجين. غادي نحتاجو لهاد الكريمة ربع كأس من الماء، غادي نحتاجو ليه بيضة كاملة، وغادي نحتاجو هنايا ما بين ملعقة وملعقتين من السكر. غادي نحركو هاد المكونات غير باليد فقط حتى كيندمج لينا البيض مع السكر والماء، غير شي شويه صافي ما كنحركوهمش بزاف. وفي هاد الاثناء راني دايره جوج الكيسان ديال الماء كيسخنوا. هذا اللي ضفته البنات عندي هنايا ما بين جوج حتى لثلاثه د المعالق ديال كريم باتيسير غبره اللي كتباع جاهزه. الا ما كانش عندكم ممكن انكم تعوضوها بنشا الذره. غادي نحركو كذلك ملي كنضيف هاد الكريم باتيسير او نشا كنحركهم كما كتشوفوا هكا، كنحصل على واحد الخليط متجانس. وفي هاد الاثناء راه الماء عندي كيطيب فوق البوطه. غادي ناخذ داك الماء مجرد ما غادي يغلى، غادي هانتوما كما كتشوفوا معايا الماء راه غلا، غادي نضيفو على هاد المكونات كلها. وما تخافوش راه ما غاديش يطيب لكم البيض نهائيا، وغادي تحصلوا على واحد الكريمه اللي هي لذيذه وكذلك كريميه يعني متجانسه. غادي نحرك واحد شي شويه، ومن بعد نفس الكاسرولة اللي درت فيها الماء يطيب غادي نعاود نرجع عليها الخليط وعلى نار مهيلة وبالتحريك المستمر غادي نبقى مع الخليط ديالي او مع الكريمة حتى كتعقد. وكنطفي عليها ما كنخليهاش طيب بزاف، يعني بمجرد ما كتعقد لي الكريمه وكنحصل على القوام اللي بغيت انا كنطفي عليها. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكريمه. غادي هاد الكريمه باش نخدم بها فوق العجين وما يتقطعليش العجين فضروري ان هاد الكريمه تكون باردة، لذلك أنا غادي نفرغها في واحد الطبسيل اللي تيكون واسع ولا عريض نوعا ما باش أنها تبرد لي بسرعة. لما نوجد العجين غادي تكون هي بردات ونقدر نخدم بها بسهولة. غادي نحطها جانبا وغندوز معكم بقية الوصفة اللي هي مقادير العجين. بالنسبة للعجين البنات غادي نحتاج هنايا هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج، غادي نقولهم لكم بالتدريج كما كنحطهم في الوصفة. عندي هنايا ملعقة كبيرة من السكر، وغادي نضيف عليها كذلك ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، وعندي هنايا ربع كأس من الماء الدافئ، يعني ما يكونش بارد وما يكونش سخون بزاف باش ما يقتلناش الخميرة، يكون دافئ باش يساعد الخميرة على التفاعل بسرعة. غادي نحرك هاد الخميره مع السكر والماء وغادي نضيف هنا الملح ضروريه، ديك قبصه الملح لتحسين الذوق. وعندي هنايا ربع كأس من الزيت النباتيه. غادي نحرك هاد المكونات تندمج لي مع بعضها، وغادي نضيف عليها البنات البيض. بالنسبه للبيض عندي بيضه واحده، انا غادي نحتاج للعجين البياض فقط. غنفصل البياض عن الصفار ونرجع معكم. انا من بعد ما كنفصل البياض عن الصفار كناخد فقط البياض هو باش كنخدم العجين، والصفار غادي نخليه باش ندهن به الشنيك ديالي في التالي. غادي نحرك تحريكه خفيفه فقط، وغادي نضيف المكون الاخير اللي هو يا الدقيق. بالنسبه للدقيق عندي هنايا 250 غرام اي الرابعه ديال الدقيق، يعني 3 الكيسان ديال الدقيق. غادي نجمع الخليط ديالي، وإلا لقيتو قاصح يعني باقي محتاج للماء فانا كناخد الماء اللي كنكون دفيتو كنضيفو غير بالتدريج فقط، لانه خاصنا نحصل على واحد العجين اللي كيكون القوام ديالو لين ما تتكونش قاصحه وفي نفس الوقت ما تتكونش جاريه. هنايا كندلك العجين ديالي راه ما تحتاجش للدلك نهائيا، غير كتجمعوها صافي كما كتشوفوا معايا انا غير بيد وحده كنجمعها بهذا الشكل هذا. وكما كتلاحظوا هذا هو القوام ديال العجين، يعني ما هياش قاصحه وفي نفس الوقت ما هياش جاريه كتلصق، يعني العجين تيكون طوع ديال يديك كتشكليه كما بغيتي ما كيتلصقش وما كيكونش قاصح. كما كتشوفوا هذا هو القوام ديال العجين. غادي نحطو جانبا غير واحد شي شويه، راه ما غاديش نخليه يخمر، غير بالماء وجدت معكم الخلطه باش غادي نورق هذا العجين اولا هذا الشنيك.
بالنسبة للخلطة اللي غادي نحتاج، عندي هنايا 2 معالق من الزبدة الدائبة، يعني أي نوع الزبدة عندكم، سواء كانت زبدة نباتية أو حيوانية، من الأفضل تكون حيوانية، ما كانش ممكن نستعملو غير مارغرين. كنذوبوها وكنضيفو عليها قياس أولا مقدار ملعقة كبيرة من السميدة، وكنحرك هكا بالمعلقة، كنحصل على واحد الخليط كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. هو باش غادي نطلق اولا نورق العجين. هاد الكميه ديال العجين اللي عندي غادي نفرقها على 3 د الكويرات، وراه العجينه ما خليتهاش تخمر، خليتها غير ترتاح على ما وجدت الزبده مع السميده. وكما كتشوفوا راه ساهله في التشكال، ما كتعذبش نهائيا. غادي ناخذ الكره الاولى وغادي نبسطها شي شويه هكا، غادي نطلقها وغادي نطويها على شكل مسمنه يعني مربع. بقاو معايا باش تعرفوا الطريقه بالضبط، تشوفوها في الفيديو. هانتوما كنورقها، وسمحوا لي الا كنتحرك انايا حيت شاده بيد وحده، كنصور بيد وكنطلق بيد وحده. وهذا كيدل على ان الوصفه راه ساهله وما كتحتاجش للتماره، وفي نفس الوقت راه ناجحه صدقوني. راه واحد الشنيك كيذوب في الفم بواحد المذاق زوين بزاف. نسيت ما قلتلكمش، الا كنتو من الناس اللي كيبغيو المذاق ديال الفاني فهو كيتواسى مع الشنيك. ممكن انكم تضيفوا عفوا الفاني في العجين ملي تكونوا كتعجنوها. هنايا من بعد ما كنطلق الكره الاولى، كنطلقها كما كتشوفوا بداك الخليط ديال السميد والزبده، وكنطويها على شكل مسمنه مربع. هانتوما كما كتشوفوا كنطوي الجوانب الوسط، ومن بعد كنطوي باش كنحصل على واحد المربع، وكنحط المسمنه ديالي جانبا. وغادي ندوز الكره الثانيه من العجين، وغادي ندير فيها نفس العمليه ولكن مع واحد الطريقه. بقاو معايا باش تشوفوا بالضبط شنو كنقصد. هنايا راه طويتها بكل بساطه، كنحطها جانبا، وغادي نهز الكره الثانيه ديال العجين وغادي نسرحها كذلك بحال درت الاولى، ولكن هاد المره ما غاديش نطويها. غادي تشوفوا شنو غندير. بعد ما كنسرحها كناخذ القليل من الخليط ديال الزبده مع السميد، هو باش غادي نورق هاد العجين. يعني واحد الكميه قليله، اصلا انا دايره 2 معالق كبار ديال الزبده، ما دايرهش بزاف. غناخذ داك الملويه اولا المربع الاول اللي درنا، وغادي نحطو في وسط من العجين كما كتشوفوا معايا، وغادي نطوي عليه باش نحصل عاوتاني على مربع اكبر. يعني غادي نديرو وحده في وحده باش يجينا الشنيك ديالنا مورق بزاف. هانتوما كما كتشوفوا هنايا غادي نكون ساليت المرحله الثانيه، وغادي تبقى لي المرحله الاخيره يعني الكره الثالثه والاخيره، حتى هي راه غندير لها نفس العمليه. غادي نسرحها مزيان وغادي ندهنها بداك الخليط اللي تبقى لي. غنسرح فوق منها الزبده، وغادي نهز ديك العجينه الاولى اللي صاوبتها ولا ديك المسمنه اللي صاوبت، وغنديرها في الوسط من هاد العجين، وغادي نسد عليها بنفس الطريقه باش نحصل في النهايه على مربع واحد كبير. وفي نفس الوقت راه فاش كنطلقوه راه كيجينا مورق من الداخل بحكم التنيات اللي فيه، وكذلك هاد السميده مع الزبده فهو كتخليه يكون مورق وهشيش في نفس الوقت. هانتوما كنطوي العجينه، يعني نفس العمليه كتكرر. العمليه راها بسيطه، وخاصه ان هذا النوع من العجين فهو عملي جدا، ما كيمحنكش، وطوع يديك كتشكليه كما بغيتي. وكما كتشوفوا معايا انا كنخدمها بيد وحده وما عنديش مشكل نهائيا. هانتوما كتشوفوا الشكل النهائي اللي كنحصل عليه. غادي ناخدها ونخليها تخمر على خطرها، يعني واحد ما بين 20 دقيقة حتى 30 دقيقة. ومن بعد كناخدها وكنبدا نرش طاولة العمل بقليل من الدقيق باش ما تلصقليش، وغادي نطلقها. راه كتطلق بسهولة لان انا خليناها ارتاحت فهي كتطلق بسهولة هكذايا بالمدلك. ونحاولوا اننا نطلقوها على شكل مربع يكون قد الطرق قد العرض.
بواحد السمك اللي هو رقيق لأنها مازال غادي تخمر، وكذلك ما بغيناش الشنيك ديالنا يجينا معجن، فحنا كنطلقوها رقيقة كما كتلاحظوا. يعني نقدر تعطيكم في الطول ديالها واحد 35 سنتيم بحال هكاياك حتى ل 40 سنتيم، ما تفوتوش. وهنايا كناخذ الكريمه من بعد ما بردات، راها بحال الا كتقصح شي شويه، فغير بالفرشيط كنحاول اولا بمعلقه كنحاول نعاود نخدمها شي شويه باش كتولي لينه، وكندهنها فوق العجين، يعني كنسرحها تماما فوق العجين. وكما قلت لكم في البدايه ملي كنت كنصاوب معكم الكريمه، راها ضروري خاصها تكون بارده عاد نخدموا بها فوق العجين. الا خدمنا بها وهي باقا سخونه، العجين ديالنا غادي يتقطع وغادي يتلصق لينا في الطاوله د العمل، والكريمه غادي تخرج من الجناب، وبالتالي ما نحصلوش على النتيجه اللي بغينا حنا. فكنخليو الكريمه حتى كتبرد وعاد كنخدموا بها بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا. كنطلقوها على العجين ديالنا كامل، كنغطيوه بهذا الكريم. وانا كنت خديت واحد شي شويه ديال الشوكولا اللي قطعته بالموس. كان عندكم نتوما الشوكولا حبيبات صغيره ممكن تستعملوه، ولا انكم ممكن تستغناو كاع على الشوكولا، ماشي ضروري هاد اللمسه، هي اضافيه فقط. وكذلك ممكن انكم تستعملوا اي نوع من المكسرات اللي كيعجبكم. انا سرحت فوق منها الكريمه، ودرت فوق منها داك شويه ديال الشكلاط، وغادي نبدا نطوي كما كتشوفوا معايا هكذا. انا غنجي من هذا الجهه باش تشوفوا معايا مزيان. ها نتوما كيفاش كنحصل عليها. وفاش كنقرب نوصل للتالي ديال العجين كنبسطو شي شويه بصبعي، وعاد كنلوي العجين ديالي وكنبقى نقرصو بحال هكذا باش كيلصق لي مزيان وما يتحلش في الفران ملي يكون كيطيب. كما كتشوفوا لا كان بحال الا كتقرصوا العجين، بحال الا كتسوديوه. هنايا كنحصل على هذا الشكل هذا، وكناخذ اللاطه اللي غتدخل الفران. كان عندكم الورق الغذائي راكم كتفرشوه افضل، انا ما عنديش داكشي باش خديت لاطه ورشيتها بشي شويه ديال الدقيق باش ما يلصقليش. كنقطعو بهذا الشكل هذا. السمك اولا الغلظ ديال الشنيك تيكون ما بين سنتيم ونص حتى ل2 سنتيم، ما تفوتوهاش باش ما يجيكمش الشنيك غليظ بزاف. راه كيتقطع بسهوله، واخا كاينه الكريمه لداخل ما كتعذبكمش. هانتوما غير بموس عادي كتبقاو تقطعوا هكايا، ما كيتلصق ما حتى حاجه. ملي كنقطعوا الدوائر ديالنا كنقادوا لها شويه الشكل وكنحطوها في اللاطه، وبعدوهم خلي واحد المسافه ما بين حبه وحبه، حيت مازال غادي يخمر ومازال غيضاعف الحجم ديالو في الفران. باش ما يجيوكمش ملاصقين كتباعدوا بيناتهم، كتخليو واحد شويه ديال المسافه. هنايا داك صفار البيض اللي خليت غادي نضيف عليه شي شويه ديال الفاني وشويه د الحليب، واذا بغيتو شويه د الخل بالنسبه اللي ما كيستحملش نهائيا ريحه البيض بحالي انا. ما كان كيجيكم عادي ممكن انكم تخفوه بشي شويه د الحليب فقط، وكدهنوا به من الفوق ومن الجوانب الشنيك ديالكم. وتتكونوا سخنتوا الفران واحد 2 دقائق لا اكثر، وكتطفيو الفران حتى كيبدا يبرد، وكتخشيو الشنيك ديالكم في الفران وتخليوه عفوا تخليوه حتى يخمر ويضاعف الحجم ديالو. يعني كتعريو ولا كتطلعوا عليه كتلقاو انه خمر، وديك الساعه كتسخنوا الفران وكتدخلوه وكتنقصوا النار على نار مهيله، كتخليوه يطيب باش ما يجيكمش معجن من الداخل ودغيا كيتحمر من برا. كتنقصوا عليه العافيه وكتخليوه حتى كيطيب وكيتحمر. وداكشي اللي غندير انا دابا، ومن بعد غادي نخرجوا باش تشوفوا معايا كيفاش كيجي، اولا اللمسه الاخيره قبل ما نقدموه ان شاء الله في طبق التقديم. هنايا بعد ما طاب وخرجته من الفران ها نتوما كتشوفوا كيفاش كيجي. الصراحه التصوير ما كيعطيش حقه كامل لانه خرج بواحد اللون ذهبي رائع، غير هنا في التصوير جا شي شويه ناقص في اللون. هنايا انا خديت العسل ذوبته شي شويه فوق العافيه، وهو باش غادي ماشي غنسقيه وانما غير غندهنو باش كيعطيه ديك اللمعه. الشنيك ديالنا كيعطي هذيك اللمعه. الا كان عندكم ناباج فهو افضل بكثير، انا ما عنديش داكشي باش استعملت العسل، وحتى هو راه قضى الغرض وجا الشنيك ديالنا رائع. وكما كنقول لكم واللي فايته جربات الوصفات ديالي فكتعرفوا انها كتصدق، وما كنجرب معكم الحاجه حتى كنكون جربتها بيني وبين نفسي ولقيتها فعلا صادقه، عاد باش كنشاركها معكم في القناه. فكنتمنى اللي مازال ما شاركتش في القناه انها تشارك وانكم تبارطاجيو، وكذلك تفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد من القناه. وشكرا لكم بزاف.
هنايا غادي نرجع معكم للوصفة. راه كندهنهم بالعسل كما كتشوفوا هكايا، طريقة بسيطة. بغيتو ديروا فوق منهم شي حاجة تديروا، ما بغيتوش تقدموهم غير هكا راه كافي. وصدقوني هاد الشنيك راه كيجي اكثر من رائع، وكيذوب في الفم بواحد الشكل مذهل. واللي زوين فيه انه المقادير ديالو اقتصادية وبسيطة، ومكونات بسيطة، والنتيجة كما كتشوفوا معايا كتكون زوينة. ونرجع نقول لكم بلي هاد الشنيك راه كيذوب في الفم، ومذاق ديالو زوين ومتميز، وشي حاجة ديال الدار نقية وعارفين المكونات ديالها. وكما كتشوفوا هنايا نتوما راه قطني وكيجي رائع. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، واللي جرباتو نتمنى انها ما تبخلش بتعليق تقول لي الراي ديالها من بعد ما جرباتو. وما تنساوش تشاركوا في القناه الا باقي ما شاركتوش، وتبارطاجيو الفيديو مع الناس، مع الحباب ديالكم الا كانت عجبتكم الوصفه. والى اللقاء في وصفات قادمه ان شاء الله، ومع السلامه.